السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا بتكلم بموضوع حبس مصطفى الممري وأحمد حجر وعلاو. طبعا معلومات وصلنا لي إنه انحبسوا بسبب إنهم لبسوا لهم تهم وقضايا إنهم يزعزعوا أمن البلد وينشروا الفوضى، وإنهم مدعومين من أجندة خارجية لإقامة ثورة، أجندة خارجية تتبع العفاش. عفاش قد كمل موت، شبع موت. ما الشعب ما خرج ثورة أيام ما مات عفاش نفسه. لما مات عفاش ما خرج ثورة الشعب، تمام. ولما انتم قاطعين الرواتب من 2017 للآن الشعب مش خارج ثورة بحجة العدوان، تمام. بيخرج ثورة لأنه ايش؟ بيخرجوا أحمد حجر ولا مصطفى الممري ولا علاو. الشعب حقنا قدكم عارفين إنه خواف، حقيقة هذه مشكلة، تمام. إذا الصميل فوقه والله ما يسوي شيء. هذا واحد. اثنين، أنتم اتهمتمهم بهذه التهم ولبستمهم هذه القضايا لأنه واضح بدأوا يتكلموا بمواضيع الفساد وينشروا قضايا الفساد ويحلوا مشاكل الناس ويتكلموا مواضيع فسادكم، مواضيع فساد حكومة صنعاء، مواضيع فساد الوزراء، يعني أشياء كثيرة. وأنتم عارفين كان مصطفى الممري مع الضوء الأخضر من محمد علي الحوثي، فتجاوز الضوء الأخضر وصل للضوء الأحمر. قالوا له هنا لا، هنا حسبك يا ابني، ما ينفعش كذا. أنت الشيء تفضح مصالحنا وتفضح السرق وتقول أخو السيد وزير التربية والتعليم لم تصرف الرواتب استقيل، في غيرك أحسن منك، وتقول بتحاسب كل السرق في الحكومة. هنا ما ينفعش إنك تتكلم وتفضح السرق. فالضوء الأخضر اللي قد كان عطاك محمد علي الحوثي على قولته قال احنا ما احناش مثل ما العدوان نسكت الإعلاميين، يا ضيق خرجوه على ضمانتي. ميقالوا محمد علي الحوثي أمانة إنه أي ميقالوا عاد أشرف منه. ميقالوا ما أكل حق الناس، ما أنت أكل كل رواتب الناس. قضايا كثيرة يا أستاذ محمد علي. محمد علي الحوثي أنت فاهم المواضيع؟ والله يرحم الصماد إيش صار بو من سببك. المهم ما نشيش نلمح أي شيء، بس نحن مع الإعلاميين الذي اتهموهم ظلم وباطل بأنهم يزعزعوا الأمن وأنهم تبع أجندة خارجية ترجع العفاش وأنهم يقوموا ثورة. قل لك تكذبوا على الناس. من الذي قادر يقوم ثورة وأنتم ممددين الصميل فوق الصغير والكبير؟ قاطعين معاشهم، قاطعين لقمة عيشهم، تمام. قاطعين لقمة عيشهم، ما خرجوش ثورة. عادوا مع يخرجون من مصطفى الممري ولا من أحمد حجر ولا من علاو. ما بالله بدوا يتكلموا بقضايا فسادكم، حبستمهم ولبستمهم هذه التهم. ونتمنى من الناس ونتمنى من الرأي العام ومن كل إعلامي شريف أن مو يدافع عشان مصطفى الممري أو عشان أحمد علاو أو عشان أحمد حجر، لا ندافع على أي واحد ينحبس وهو بيدي كلمة حق بغض النظر. مصطفى الممري سفيق بس بالأخير كان عنده جانب إيجابي وسوى أشياء ما حد يسويها ولا حد يقدر يسويها. بسبب الملفات بدوا دخلوا رأسهم بشيء أكبر منهم، دنسوهم ولبسوهم قضايا كاذبة وتهم كاذبة، ويعني والله يعينهم والله يفك أسرهم. بالأول والأخير قوة الرأي العام هي أقوى قوة في السلطة. وأنا عارف أن الحوثي ما يعترف بهذه الأشياء وما عنده قانونه الخاص، ولكن نفعل الذي نقدر عليه. نطالب بالإفراج عن الإعلاميين مصطفى الممري وأحمد حجر وأحمد علاو، وأتمنى من الرسالة وصلت. اتهام باطل علشان شوية سرق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.